صرخات مدوية، ضحكات من القلوب، مشاهد خالدة في تاريخ الدراما المصرية عرفت طريقها إلى قلوبنا وحفرت في الذاكرة لغة جميلة حروفها الحب والدموع، الدهشة والألم، شكلت وجداننا وتاريخنا، فكانت مشاهد لا تنسى. فيلم جنة الشياطين من إنتاج 99 من بطولة محمود حميدة ولبلبة ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة اللي بتمثل أول مرة للسينما: ساري النجار، عمرو واكد، صلاح فهمي، كارولين خليل، صفوة، منحة زيتون، منحة البطراوي، منحة زيتون. الأسماء دي الممثلين يعني مش أول مرة، بس هم ما نقدرش نقول محترفين، ممثلين محترفين، تجاربهم قبل كده في السينما تجارب محدودة. وكان تصوير الفنان طارق التلمساني، وديكور الفنان نهاد بهجت، ومونتاج خالد مرعي، موسيقى تصويرية لفتحي سلامة، أول مرة يعمل موسيقى تصويرية للأفلام. بس الفيلم حصل على جوائز من عدة مهرجانات واشترك في مهرجانات كثيرة، انما اللي فاز فيهم هو فاز في مهرجان دمشق الدولي بالجائزة الذهبية، وفاز في مهرجان الاسكندرية احسن فيلم واحسن سيناريو واحسن ممثلة مساعدة كارولين خليل، احسن ممثل مساعد الثلاث شباب خدوا جائزة واحدة. ودي كانت ملحوظة ذكية الحقيقة من لجنة التحكيم انهم يدوا الثلاث ممثلين جايزة واحدة في الفيلم ده بالتحديد بطبيعة أدوارهم. أنا كان رأيي إن ده ملحوظة ذكية من لجنة التحكيم جدا. وفاز بجايزة التانية في مهرجان ميلانو السينمائي بإيطاليا. فيلم جنة الشياطين بالنسبة لي كان بيمثل تحديات كبيرة جدا. كان هو أثار فيا التحديات دي الحقيقة، أثار فيا تحدي إن أنا أقدر أواجه المشاكل والصعوبة الشديدة اللي موجودة في هذا السيناريو، في طبيعة طرح فكرة الفيلم. فيلم أولا بيتحدث عن الموت، والموت شيء دايما ثقيل شوية، يعني مش محبب للنفس الحديث عنه، رغم انه الفيلم بيتناول الموضوع بشكل ساخر جدا. يعني
ما اقدرش اقول كوميدي ولا حتى بلاك كوميدي. التصنيفات مش مظبوطة شوية. هو فيلم صعب تصنيفه في رأيي شوية. إنما هو أثار فيه تحديات. مثلا على سبيل المثال فيلم بطله ميت من أول لحظة لآخر لحظة يعني، ومتواجد طول الوقت وله ردود أفعال، يعني مشارك بشكل حقيقي. وطول الفيلم هو ما بين الميت الحي، حتى أصدقائه والناس اللي بيتعاملوا معاه من المنطلق ده. يعني أحيانا إنه مات بس مش قادرين يعترفوا، أحيانا شاكين إنه مات، أحيانا يتعاملوا معاه كأنه حي فعلا. ده مش لعب، ده مسكن ورق كله التاني بيغذيه. ما تحاسب انت كمان يا مصاب. الفيلم نسيت أقول إن هو سيناريو وحوار مصطفى ذكري. هو نفس اللي كتب معايا الفيلم الأول لعفاريت الأسفلت، بس المرة دي واخدينه مستوحى من قصة لكاتب برازيلي اسمه جورج أمادو، اسمها كالكان العوام أو كنكاس العوام أو الرجل الذي مات مرتين، ده نقلا للترجمة العربية للرواية. فهو مأخوذ عن الرواية دي بتصرف شديد الحقيقة. يعني ما أقدرش أقول مأخوذ، يعني ممكن نستخدم كلمة مستوحى أو مأخوذ بتصرف شديد. وبعدين احنا هنا لازم نبقى أسرع شوية نولد. بطريقة طبيعية خالص. اداني السيناريو هو ومصطفى عشان ياخدوا رأيي في السيناريو. يعني ما تقوليش مثلا خد الفيلم ده انت هتعمله بأي شكل من الاشكال، امثل في دور انتج معانا. ده ما كانش الطرح المبدئي بتاعهم. هم قالوا لي خد اقرا الفيلم ودينا رأيك. فانا قريت الفيلم. كنا مسافرين تونس، مهرجان قرطاج، بفيلم عفاريت الأسفلت. قريته في الطيارة، نزلت من الطيارة وأنا حابب الفيلم حب شديد جدا. يلا يلا طب تمثل فيه؟ قلت له وانتجه كمان. فأسامة قال لي ايه تنتجه؟ قلت له ايوه انا هنتج الفيلم ده حتى لو ما مثلتش فيه. فهو ما كانش عايز ننتج الفيلم أسامة، عشان عارف انتاجه تقيل الفيلم ده. طب هتلعب دور ايه؟ من الشبان الثلاثة بتاع. انا بفكر اديلك دور عادل، ونجيب 2 كمان، ونشوف بقى ممثل كبير يلعب طبل، شخصية طبل في الفيلم. فأنا على سبيل المقترحات اللي هي المتداولة يعني قلت له طب ما ننتهز الفرصة ونجيب 3 وجوه جديدة والعب لك أنا طبل وخلاص. فرفض بشدة لأنه مش عايز نلعب الدور ده، ظنا منه إن الدور ده هو اللي هيقضي على حياتي الفنية. محمود حميدة بيعمل دور واحد ميت. في ناس كانت بتخرج من السينما مش عايزة تتفرج عليها. لا طبل. انا معاك ان الحياة ابقى من ميت، بس
ايه يا نون ناوي على ايه؟ هو انا يا جدع؟ ده طب طب عاوز ايه؟ عايزنا نبيع السنتين الدهب. بيقول حرام يتدفن بيهم، واصحابه وحبايبه اولى بتمنهم. ما تبصليش اهو. استمرينا بقى في ان احنا ندور على ستار كبير يلعب طبل، وعرضنا الدور على ستار كبير فما ردش علينا خالص، لا بالرفض ولا بالقبول يعني، مش موضوع اساسي. فرجعنا للاقتراح بتاعي اللي هو انا العب طبل ونجيب وجوه جديده. فدي خطوات، مش انا بقى ما اخترتش اسامه، قلت له تعالى نلعب الفيلم ده اللي عمله مصطفى ذكري. يعني لسه ما وصلناش للاداء ده، يعني ده اداء احتراف على مستوى عالي، احنا لسه ما وصلنالوش، لان لسه بنشتغل بالصدفه. واقول لهم طبل الوحيد اللي قعدت معاه 10 سنين، مش عشان بنحب بعض، لا، في حاجة تانية بينا أجدع من الحب. هو شخصية طبل كان لازم لها نجم كبير عشان أسامة يحقق اللي هو عاوزه، يحقق وجوده في الفيلم. حتى لو ما كانش موجود في المشهد لازم نلاقي شبح طبل موجود. ازاي؟ دي شغلانة تانية. فاعتمد على عناصر أخرى غير قدرات الممثل، من ان زي ما انت قلت دلوقتي محمود حميدة نجم مشهور بيلعب دور واحد ميت، فده في حسابات أسامة موجود، انما حسابات الممثل حسابات مختلفة شوية عن حسابات المخرج. هو بقى من حقه يستعمل كل الحاجات دي مع بعض، يعني يجيب نجم كبير اسمه كبير يحطه في الشخصية دي عشان يلعبها. طبعا لما يكون نجم كبير ومعروف، هو ما وصلش للنجوميه دي من فراغ، فاكيد هو كويس قوي يعني، او كويس جدا يعني، بالاضافه الى اسمه واستناده الى تاريخه. فيلعب الشخصيه دي اديله الغرض بتاعه. 4 جرحوني وقفلوا لك زخانات. طبلش حبيبك بتقطع. بالتأكيد ده كان تحدي كبير، إن أنا هبتدي أتعامل إزاي مع ممثل مفروض مع جثة. ممثل لازم يمثل إنه جثة، وفي نفس الوقت هو مش لازم يكون جثة، بمعنى إنه هو لازم يديني تعبيرات مختلفة من غير ما يغير تعبير وشه، وكمان من غير ما تبقى عينيه مفتحة. ده هو مغمض العينين من أول لحظة لآخر لحظة. إنما كل اللي متاح له يعبر عنه هو الفم المفتوح ده عن ابتسامة جريئة ساخرة، بتختلف وتتلون من موقف للآخر. دي كانت صعوبة وتحدي كبير جدا، تحدي على مستوى التناول كموضوع وكسيناريو، تحدي على مستوى الممثل وأدائه، تحدي بالنسبة لي أنا كمخرج إزاي هصوره، إزاي أصور الجثة دي. بالتأكيد تنفيذ المشاهد كان صعب جدا، يعني عشان أخد رد فعل واحد من شخصية طبل اللي هو الفنان محمود حميدة الميت ده، علشان أخد رياكشن واحد أو رد فعل واحد في درجة محددة من الابتسام، درجة مختلفة من السخرية لأنها بتختلف من مشهد للتاني، وفي نفس الوقت هو في الواقع الحال هو ميت فعلا. كانت لقطة الواحدة، يعني في لقطات ممكن لقطة كانت بنقعد 5-6 ساعات عشان اخد رياكشن، رد فعل لوجه ما فيهوش اي حركة، بس عشان اقدر اخد فعلا الاحساس الداخلي اللي بينطبع على الوش بدون الوش ما يتحرك فيه اي تفاصيل. ده كان شيء صعب جدا، وكان بيتطلب مجهود ضخم جدا من الفنان محمود حميدة. طب مش فاهم ايه مت؟ يعني كنت بتهزر وما متش ولا حاجة. طبل علماني من شوية. انا معاك ان الحياة ابقى من ميت.
هتموت انا طب. ما تقولش كده يا عم نونا، هو بس تعال في الشرب. في حاجة تانية بينا أجدع من الحب. الخام اللي اتصرف انا مسؤول عنه، يعني عدت كتير قوي، عدت كتير لان حاجات حساسه جدا، وأسامة لازم ياخد النتيجه اللي هو عايزها وانا عارف كده، فمش هينفع غير ان احنا نعيد لغايه لما ياخد اللي هو عايزه. يعني ما ينفعش يقول لي طب دي تعدي او انا اقول له دي تعدي، ما ينفعش، لازم ياخد المظبوط بالملي. وهو تعب جدا في المونتاج حوالين الشخصيات، حوالين الشطات دي، اللقطات اللي هو خدها وطلع فيها عيوب ما يقدرش يحطها. يعني مثلا انا فاتح بقي كده فالشفه دي تتراش غصب عني يعني، فطالعه باينه، ما ينفعش ما يتاخدش الشوط. فكنا بنعيد حاجات من دي كتير قوي. قد يصل الامر في مره قعدنا 6 ساعات بناخد شوط واحد ما خدناهوش. ابتسامه انا ببتسم فيه يعني، فاتح بقي عامل كده بتاع 6 ساعات. ماشي. بعد الفيلم ده خدت كام من جورج؟ خدت كام؟ انت الحالة. مرة حصلت لنا مشكلة فروحت القسم، ما كانش مدير الإنتاج موجود، فروحت أنا وأسامة القسم. فأنا رايح بالفول ميك اب بتاع الشخصية، بالمكياج بتاع الشخصية، وأسناني دي شايلها، مش راكبة السنان. السنان دي أنا بربطها عشان مخصوص عشان الشخصية دي، فكانت السنان متشالة، وداخل بقى على القسم بالمنظر ده. بس انا داخل بتصرف عادي يعني، انا الجماعه العساكر اللي واقفين على الباب حرس اتخضوا، مش رايح فين انت؟ افتكروني طبعا شحات ولا اي حاجه، ولا شخص مجنون يعني. وبعدين قلت لهم انا محمود حميده الممثل، انا ممثل بس شكلي عامل كده عشان كنت بمثل دلوقتي، وفي عيال ضربونا وجايين نشتكيهم. هلعب معاكم. انت تاني. هو انت اي حاجه فيها لعب تيجي على طول؟ ايوه يلعب معاكم وابوظهالكم. انت عارفه الطفل اللي طبلة علماني من شوية. طبلة ولا بصراحة. يلا يلا. الله، هتموت انا طب. ما تقولش كده يا عم نونا، هو بس تعال في الشرب. اتخضيت يا جدع، افتكرته مات. يلا بقى. اوه جايين. نون. من المشاهد المهمة جدا في الفيلم بالنسبة لي وليها أهمية خاصة هو مشهد الفينال اللي اتصور في النفق لعدة أسباب. المشهد ده أولا ما كانش مكانه هنا، ما كانش في نهاية الفيلم، كان مكانه في موضع آخر في السيناريو، وكنا صورناه بالفعل في نفق
احمد حمدي في السويس، وخد مننا يومين تصوير وصعوبة شديدة لانه النفق كان لازم يبقى مقفول، وكان في حركة كاميرا صعبة، والمشهد كله جوه داخل السيارة اللي ماشية جوه النفق، وفي أداء تمثيلي كبير جدا من الفنانة البليبة، يعني تقريبا مونولوج داخلي في مجموعة انفعالات كبيرة ومختلفة من نقيض للنقيض، من الحزن للفرح للسخرية وكان عندي مشكلة مع الفينال طول تصوير الفيلم، لغاية ما استقر في النهاية انه المشهد ده افضل مشهد للفينال، لانه هو مشهد ذو طبيعة خاصة. انا في رأيي ده المشهد تقريبا اكتر مشهد في الفيلم فيه مشاعر واحاسيس وفيه حكي، بخلاف كل الفيلم تقريبا ماشي ما فيهوش الطبيعة الخاصة دي اللي موجودة في المشهد ده. عشان كده هو كان يصلح لفينال كتير، بس كمان كان لازم يعاد تصويره عشان يكون في موقعه في فينال الفيلم. كان لازم يتعاد تصويره لأنه حالة الممثلين مختلفة تماما في موقعه هنا في السيناريو، ما نسميه الراكورات أو التطابق ما بين الملابس وشكل الشخصية وحالتها. حتى العربية نفسها في آخر الفيلم كانت من غير أبواب، وفي موقعه الأولاني كانت العربية بأبواب. وكمان لأنه عشان هصوره كفينال لابد إنه يتصور بطريقة مختلفة. ممكن مؤقتا ندي مثلا اي جهاز من عندك بتاع حسن جهاز مثلا او حاجه للعربيه لغايه ما نعمل بروفه في الحته ديت ونتقابل. ما هو الجهاز ده اديناه للسواق بتاع العربيه بتاعتنا احنا. يلا اطلع يا محمد. وبعدين احنا هنا لازم نبقى اسرع شويه نولد اسرع شويه يا عم بس وانت في السرعه دي ده بس برضه انت جامد جديد اولا بسرعه لا اصلا بالتأكيد ما كانتش سهلة، وكانت هي جديدة علينا كلنا الحقيقة، يعني حتى على حميدة ما مثلش قبل كده دور ميت، أنا المصور ما صورش ميت، يعني هو الموضوع كله فعلا التحدي إنه نكون بنقابله كلنا، يعني مش أنا لوحدي، يعني كل واحد في تخصصه، يعني لأنه التصوير كان عليه عامل ودور مهم جدا في التأكيد على ده، على رد الفعل ده أو على الإحساس ده. المكياج كان له دور مهم جدا بتاع الفنان محسن فهمي. طبعا موضوع السنان كان مهم جدا وعمل تأثير كبير في الفيلم. موضوع السنان ده فضل شاغلني الوقت طويل من قبل بداية التصوير، مش عارف أعمله إزاي، وقررت الاستعانة بخبير مكياج من بره من أوروبا، يعني ده كان اتفاقي مع المنتج والممثل محمود حميدة إنه لازم أجيب مكير من بره علشان يحللنا مشكلة السنان دي، لأنه في مشاهد هو بسنانه الطبيعية، في مشاهد هو من غير سنان خالص، من غير السنتين الأماميتين دول، في مشاهد هو مركب سنتين ذهب. فالحقيقة كانت شغلاني الموضوع ده، وهو كان يطمني إن شاء الله ما تقلقش ما تقلقش، لغاية ما جينا في وقت خلاص قربنا على ميعاد التصوير وقلت له ما عملناش حاجة في موضوع المكياج، المكير ده لازم تتصرف. قال لي ما تقلقش، قلت له لا أقلق، لازم أقلق خلاص قلقان. قال لي قام مصارحني بقى بالمفاجأة الشديدة اللي هو محضرها لي، إنه هو هيشيل السنتين
أنا تعودت في الأول أشتغل مع ناس يسبقوني في الخبرة وفي العمر. المرة دي أنا بتعامل مع ناس أسبقهم في العمر، وقد أتساوى مع أحدهما في الخبرة اللي هو أسامة فوزي، لأن أسامة فوزي خبرته كبيرة في السينما. خبرتي وخبرته مختلفين، وهو خبرته معظمها إنتاجية، وهو طبعا من عائلة سينمائية. أنا خبرتي مختلفة، ممثل جه بقى ستار، بس قدر اتعاملت مع مخرجين كتير جدا. يعني أنا متهيألي إن أنا أكتر واحد اتعاملت مع مخرجين مختلفين. سيرة طبل المتشرد القماشي دي لازم تتنسي خالص. هو طب فين؟ طبل نزل يلعب في الشارع. طبل من عيلة محترمة. سرقوا أبوك يا سلوى. ازاي؟ هربوا بيه من البلكونة. لازم نبلغ البوليس. ايوه كده شويه اجرام بقى. متهيألي انه كان اب مثالي ليه. انا بس اللي اقدر اضحكه. احنا عملنا اللي علينا، بس طبل مش عايزنا، عايز صحاب. ايه رايك بالذبيحه يا طب؟ 10/10. شريف، وعلى وشك الحلو قابلت النهارده 5 زبائن. طب مش فاهم ايه مت؟ يعني كنت بتهزر وما متش ولا حاجه.